السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على تجميع الفريق بأحد فنادق القاهرة اليوم الأحد قبل الإفطار استعدادا لمواجهة الزمالك. ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في 9:30 مساء على استاد القاهرة. وسيدخل معسكرا مغلقا بداية من اليوم، ثم التدريب على ملعب النادي بفرع مدينة نصر اليوم وغدا الاثنين. واستقر كولر على استبعاد الثلاثي محمد مجدي قفشه وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله لعدم الجاهزية الفنية بنسبة 100% بسبب الغياب لمدة طويلة. وشارك ياسر إبراهيم في المران أمس السبت بعد تعافيه من الإصابة. وأوصى محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي بالمعسكر المغلق لخلق حالة من التركيز قبل القمة. ويخوض اللاعبون الغائبون عن مواجهة القمة تدريبات منفردة في ملعب التتش الساعة 3:30 عصرا. وكان الفريق قد حصل على راحة عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للمرحلة الأولى للدوري. واستأنف الفريق تدريباته السبت لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ضمن منافسات المرحلة النهائية للمسابقة. ويغيب عن قائمة الأهلي كل من علي معلول وطاهر محمد لعدم التعافي من الإصابة، كما خرج الثنائي عمر الساعي وخالد عبد الفتاح بسبب وجهة نظر كولر الفنية. بالتوفيق للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.